مرحبا بكم أصدقاء سوبر صغرون. في هذه الحلقة سنتعرف مع بعض إلى نصائح قبل البدء بتعليم الطفل القراءة والكتابة. أولا، المعاملة مع الطفل يجب أن تكون بكل صبر وهدوء، وهذه النصيحة يجب أن يتبعها كل من الأهل وكل من مدرسي المؤسسة التربوية، فالأطفال مختلفون في المهارة وفي القدرة العقلية والاستيعابية. ثانياً، التكرار، وهو من الوسائل المهمة التي تجعل الطفل دائم التذكر للأحرف ولا ينساها. ثالثاً، يجب على المؤسسة التعليمية أن تجعل أول أسبوعين من دوام الطفل خاصاً باللعب والمرح والتعرف على الآخرين، فذلك يهيئه على التعلم بسرعة. الآن طرق تعليم الطفل للحروف العربية. سأريكم بعض الطرق التي تعتمدونها لتعليم طفلكم الحروف العربية. أولاً، الأفلام التعليمية للحروف، والتي تتضمن مجموعة من الأناشيد الخاصة بكل حرف وأمثلة عليه من حياة الطفل، وقد لاقت هذه الطريقة مفعولاً إيجابياً من قبل الأطفال، فيرسم في ذهنهم شكل الحرف مع لفظه نتيجة اللحن الطفولي. ثانياً، اعتماد وسيلة التنقيط، ويتم برسم الحرف بنقاط متجاورة، ثم الطلب من الطفل بأن يصل بين تلك النقاط ليتبين معه الحرف، ويتم ذكر مسماه أمامه أكثر من مرة. وعملية التنقيط للحرف الواحد يجب أن تتعدى 20 مرة. بعدها يطلب من الطفل كتابة الحرف العربي دون نقاط. الطريقة الثالثة وهي اعتماد العجينة التعليمية، وهي متوفرة بألوان زاهرة تفرح الأطفال وتجعلهم يحبون اللعب بها. ولاستخدام الطريقة يتم مسك العجينة من قبل الأم أو المدرس وتشكيلها على هيئة أحد الحروف العربية المطلوبة من الطفل حفظها، وبعدها يطلب من الطفل القيام بنفس التشكيل للحرف. وإن لاقى الطفل صعوبة ما من ذلك في بداية الأمر، يجب مسك يديه ومساعدته. الطريقة الرابعة هي مسك يد الطفل، وهذه الطريقة تختص بها الأم الأكثر من المدرس، فالأم تمتلك طفلاً واحد بحاجة للتعلم وتمتلك وقتاً كبيراً لذلك، أما المدرس فعنده مجموعة كبيرة من الأطفال، فلا يستطيع أن يقوم بهذه الطريقة مع كل طفل. وتتم الطريقة بجعل الطفل يمسك القلم جيداً، وبعدها تمسك الأم يده وتكتب الحرف الأم ذلك 5 مرات تقريباً، ثم تطلب من طفلها كتابته وقراءته وحده. والآن نرى مع بعضنا ألعاب تشجع الطفل على تعلم الحروف. تابعونا. إذن، أولاً، طباعة الحروف على ظهر أوراق على شكل سمكة، ثم الطلب من الطفل اصطياد سمكة ومعرفة الحرف الذي طبع على ظهرها. اللعبة الثانية، طباعة الحروف بخط واضح وكبير على بطاقات، ثم الطلب من الطفل استخراج الأحرف المتشابهة. واللعبة الثالثة، رسم الحروف على الأرض في مساحة واسعة، ثم تشجيع الطفل على الوقوف فوق الحرف الذي يلفظه له. أرجو أن تكون هذه الألعاب وهذه النصائح قد أفادتكم، وإلى اللقاء في ملتقى قادم.